انا ندمت يا اخواتي. انا ندمت اول مره يعني. مش بزاف من اللي كان دير حاجه ونندم عليها. Abi bu çayları ولكن اللي, 3-4 اللي tane شار veriyorum ben. عليا Tamam abi. اني اجي لتركيا. راني ندمت على السفريه هذه. كنت في دبي كانت الحياه، ومشيت لمصر استقريت فيها سنتين. قلت نطلع نجرب اكل العيش في تركيا. ولكن الخوت ماشي على المصاريف اي نعم كل شيء غالي بزاف. خاصك فلوس بزاف باش تعرف Yapamıyorum. تعيش هنا. Unutuyorum. ولكن الجو يا الخوت، الجو في تركيا ما عندك ما تدير. الجو في تركيا مش مشجعك انك تدير والو. لا اكل، لا شرب، لا حياة. بزاف ديال البرد يا الخوت. ما عندك ما تدير. انا يلا فكت من النعاس، ما تدوشت ما درت والو، بس هذاك المناديل المبلله ومسحت وجهي. كاين الماء ثلج، كل شيء ثلج. تمشي في الشارع ثلج. تجلس ما عندك ما تدير. شوفي يدك كي دايره، ما عندي ما نحركها الصراحه. والدابا بلا خدمه يعني، يلا ما درت خدمه وما عندي ما نتحرك، ما عندي ما نمارس الحياه في هذا الجو. ما عرفتش واش نكمل المسيرة ولا نرجع في حالي لمصر. ولكن أنا عندي تحدي. أنا من اللي جيت هنا باغي ننجح، باغي ندير شي حاجة. تنقول لراسي تحمل وتأقلم وعيش الوضع اللي كاين. يعني مش عايز استسلم، ما بدي استسلم بسهولة. بقول لراسي بحالك بحال الناس، ولكن معاناة. أنا كنشوفها يا الخوت ترى معاناة. الجو صعب صعب. في الدار برد، برا الدار برد. تمشي باش تقضي حوايجك كاين البرد. وحياة عزوبية في راسك. يعني انت خصك تدير لراسك، خصك تطيب لراسك، خصك الماكلة مش كل شوية تاكلها من برا حيت غالية بزاف. غالية بزاف. تفك $100 ممكن ما تجلسش معاك يومين. $100 ما تجلسش يومين. تطير تطير فين ما تعرفش. تقضي حوايجك تجيب حاجة كذا كذا طارت عليك $100. مصاريف بزاف اللي هي 15 يوم صرفت شي $1000 وشوية. 15 يوم والله العظيم صرفت أكتر من $1000. ماشي مشكلة المصاريف، ولكن مشكلتي هنايا دابا المشكلة اللي كتواجهني هو الجو. وما كاينش حياة يا الخوت في راسك. ما كاين حياة، ما كاين والو. خصك دير حوايجك قبل الساعة 8 9 ديال الليل. البلاصه اللي انا كاين فيها الساعه 8 9 ما كاين والو. ما كاين والو، ما عندك ما دير. تجلس في الدار كل شيء مسكر. آه الاوراق باش تطيب اوراق وتطيب اقامه هذا الشيء صعيب. صعيب بزاف. وغير انه صعيب ما عندك ما تدير مع الشرطه. يشدوك تترحل. يعني هم مسكرين الاقامات. ما عندك ما تدير اقامات غير صعيبه. إقامة سياحية أو إقامة طلابية. أنا سعيد باش ندير واحدة بجوجهم، ولكن صعيبة. في نفس الوقت هم مقفلين عليك الإقامات. من اللي تمشي في الشارع راك ماشي قلبك يدق، حيث لو وقفك الشرطي في كل بلاصة. كل متر في شرطة، كل مليمتر تمشي فيه كان في الشرطة. يعني هم ما بيخلوك تصيب أوراقك، وفي نفس الوقت يقول لك تعال أنت راك مخالف سير على بلادك ويرحلوك. هادي بجوجه بالجو. وموضوع الإقامات هذا صعيب بزاف. وإلا حصلت خدمة وخدمت حتى هي صعيبة. الخدمة ما كتدير بحال الدول العربية. الخدمة ما كتدير لك إقامة، ما كتدير لك والو. الخدمة ما كتدير والو. خاصك من الخدمة للدار، من الخدمة للدار، وما يشوفك شرطي. ما يشوفك شرطي تمشي بحال اللهو الخافي. حتى واحد ما يشوفك. هادي بجوجهم جوني مشكلة. الجو بزاف برد بزاف يا الخوت، ماشي شويه راه بزاف. والخدمه الاقامات
ما عندك ما تجلس في بلاصة، ما عندك ما تتمشى، ما عندك ما تطلع تجلس في شي كوفي، تزيد في شي مطعم زوين في الليل. ديتك الشرطة غطرحها لك على بلادك. هذه مشكلة بزاف. راني قلت نصرف على الإقامة ونديرها باش نكون مطمن، نحصل خدمة ونمشي براحتي ونخرج ونجلس وكذا ونمارس حياة، يعني ندير لراسي حياة. ولكن هذا ما كاينش. 8 9 تكون في داركم، ما دير والو. خاصك الفلوس وخاصك تتأقلم على هذا الجو يا الخوت. بزاف الخوت انا راه الجو لي دابا اسبوعين دار لي عقدة في حياتي. ما عرفتش يا الخوت واش نستمر ولا نمشي في حالي لمصر. ما فهمتش. انا جيت وعندي هدف وباغي ننجح في هذه البلاد. قلت دير لراسك تحدي وتأقلم على الوضع. ايش بان ليكم في هذا الشيء يا الخوت؟ قولوا لي عافاكم. ايش كلمة زوينة. واش نكمل ونتأقلم على الحياة والوضع، ولا نمشي في حالي، ولا نتأقلم بحال الناس اللي كاينة هنا، ولا نعودة. كنموت عليكم يا الخوت. السلام عليكم.